السلام عليكم متابعينا الاعزاء. امبارح جات لي هديه بقى من ناس غاليين عليا قوي، فقلت اروح افتحها ولازم افتحها معاكم. يلا نفتحها، يلا بينا. يا الله يا الله على الحلاوه، كنز كنز. معقوله كل الحاجات دي؟ يا رب يخليكم يا رب. يلا هنشوف هنعمل بيهم ايه. بالنسبه لي دول كنز والله. يلا نشوف هنعمل بيهم ايه. طبعا النهارده باذن الله الحاجات اللي جات لي دي هحاول ان انا اعمل منها كلها حاجات للمطبخ او للكوكينج او الطبخ بالنسبه لفن المصغرات الاكل. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف في ايه. في مثلا عندنا دي غطيان بتاعت علبه السمنه، وده اللي هو بيبقى الحته التحتانيه اللي بتبقى في العلبه بتاعت البرينجليز اللي هو البطاطس الشيبس. اوكي، دي تنفع تتعمل ايه؟ دي تنفع تتعمل صينيه بسبوسه، لا صينيه كنافه، او الحاجات اللي بتبقى في الحلويات الشاميه. تمام كده، حلو. يلا دي حاجه. ايه ده؟ ايه ده؟ دي بتاعت الام ان ام، عارفينها؟ دي بيبقى في منها الوان كتيره جدا وجميله. انا فكرت ممكن اعمل بيها ايه. اوكي، ودول كمان بتاعت الفيتامين سي والحاجات دي نعمل بيها ايه. اقول شايفين الحلل الجميله دي اهي. ادي الالوان منها، وادي اللون الاحمر، وادي الاورنج، وادي البينك. طبعا الحلل الصغيره الجميله دي هنعمل لها ايد، نحط هنا مسمار كده اهوت ونعمل لها ايد، وبقت حله محتاجه بس ايه؟ غطا. والغطا ده سهل جدا اهو، دوسيه، ونحط عليه عجينه سيراميك من فوق كده اهوت، وبقت عندنا الغطا. دي الحلل الصغيره اللي بنقلي فيها البيض او بنعمل فيها اكلات صغيره. كويس، الحمد لله اللي لقينا منها فايده. ايه تاني؟ دي مشروب الطاقه اللي ما بحبش الولاد يشربوه، بس اعمل ايه بقى؟ هنقطع الحته دي ونستعملها في تتحول لمقلة. ازاي؟ بص، من دي عملت دول، شايفين اهي بايديها، ولوناها اسود طبعا، عملنا لها سبراي اسود. ومن هنا حطينا سلك، بنعمل خرمين طبعا هنا ونحط سلك. ادي استفاده من دي. ممكن كمان نستفيد منها بان احنا ما نديهاش فضي، ما نديهاش اسود، ونسيبها كده ونحروقها كده طبعا من تحت وكده عشان تبان ان هي يعني قديمه من كتر القلي اللي فيها والزيت اتحرق، او تتساب بيضه زي ما هي كده، ونحط الايدين دول. اوكي، دي الايدين بتاعتها منها فيها، يعني انا لما قطعت دي كده سبت جزء من هنا وسبت جزء من هنا عشان ارفعه كده اهوت عشان يتعمل الايد. اوكي، طيب ايه تاني؟ ايه تاني؟ طبعا دول ما شاء الله في منهم كتير اهو. عندنا الغطا ده، تعرفوا الكريم اللي في السعوديه اللي اسمه التايجر؟ لقيته لونه هنا كده نحاسي جميل. ده هعمل بيه ايه؟ بصوا هوريكم اعمل بيه ايه. شايفين اهي، ده اتعمل بيه دي. اوكي، طيب الغطا بقى، هتقولي لي الغطا اتعمل ازاي؟ سهل جدا. الغطا عند بتوع البنا بيبيعوا الشيتس كده، الومنيوم ونحاس و الومنيوم ونحاس، واسمه ايه دوت التاني دوت اللي هو الذهبي، نحاس وذهبي وفضي. اهي تعمل بيها كده. عاوزين تشوفوا التفاصيل هسيب لكم لينك للفيديو اللي انا عملت فيه الحلل دي في الديسكربشن بوكس، وتقدروا تشوفوا الفيديو تتعمل ازاي. وتحطوا منها برضو سلك اللي هو الحاجات اللي زي دي، شايفين؟ ويتعمل منها الايد كده. دول الاستفاده من الغطيان دي. طيب عندنا ايه تاني؟ لو عاوزين نعمل مثلا ايه الغطا ده، الغطيان دي عندنا منها كتير. بنساوي الحروف دي كده اهوت ونديها لون
عملت بيها الحله دي. شايفين اهو هو الغطا والايد، ونحط له غطا نفسه هو بتاع السيفن اب. لو تشوفوا الغطا دوت عمل زي بتاع السيفن اب او الفيمتو اهي. ادي حل وتيفال كمان يعني عشان ايه ما نون ستيك قصدي ما بتلزقش. الاستفاده من دول. نيجي بعد كده عندنا ايه تاني؟ عندنا الحاجات دي الغطيان دي بتاعت الكريمات حلوه قوي. تعمل حله اللي جوه دوت طبعا انا املاه واغطيه بال بلاستر اوف باريس عشان يدي يعمل طبقه مسطحه واقدر احطه فوقيه الاكل بس كميه قليله قوي. ودي بتعملها لون اي لون ذهبي سوري اسود ابيض احمر اي لون، وايدين وغطا دول ما يترموش الغطيان. وده طبعا بتاع السبراي. شايفين طلع عامل ازاي؟ تتعمل حله كويسه اما بايد واحده او بايدتين. خلاص. عندنا كمان البتاعه بتاعت اللبن دي ابو قوس، شايفينها طالعه نحاسي هنا جميله جدا. اوريكم انا عملت بيها ايه. شايفين اتعملت بيها حله جميله قوي اهي بالغطا بتاعها اهو. والايدين طبعا معموله بالبورسلان من دي لدي. تعملوها احمر تعملوها اخضر تعملوها اي لون بقى ايه انتوا عاوزين. في ايه تاني؟ في عندنا الصواني اللي حاطط فيه هنا دي بتاعت الفانيلا، شكلها زي الحيطه المصري اللي هي الالومنيوم. فانا بقص كده شويه بعملها ارتفاع معين اديها فضي اوكي، واعمل بيها الحلال دي. بصوا متخيلين بعد ما قصيت اهي. وطبعا ده بتاع السوفت بتاع الدرينك اللي هو ده اوكي، يتعمل كده من فوق اهي. وبقت الغطا شايفين. طبعا هنا هعمل خرم صغير وهحط فيه حاجه سودا كده تبقى ايه الغطا بتاع الحله اوكي. لو هنعمل محشي هنعمل حاجات الاكلات الجميله دي. طيب في عندنا ايه تاني هنا؟ عندنا شايفين الصواني الجميله دي نعمل فيها بيتزا نعمل فيها اي حاجه. دي عملتها من ايه بقى؟ عملتها من ده طبعا. دي اللي هي بتبقى بتاعت الكريم الباودر اللي بنحطها في وشنا. طبعا دي بعملها صينيه بلاستيك اوكي، والمعدن ده يتعمل كصينيه في الفرن نحط فيها حاجه. شكلهم حلو وحجمهم مناسب ومية مية. طيب في ايه تاني؟ عندنا هنا دي طبعا انا باخد الجزء الفوقاني ده شايفين الحته دي هقلبها الناحيه التانية كده تبقى غطا اهي. شايفين مثلا ده الاسود اهي، لو انا قطعت على الحروف لو قطعت على الحروف خالص اهي هتبقى ايه تتحط غطا مثلا اهي. شايفين طبعا انا قطعت الحرف ده. ايه تاني عندنا؟ دي برضو اتعملت اهي مقله من بره احمر ومن جوه فضي، وتتعمل مقله احط فيها بيض بقى ومش عارفه ايه والايد بتاعتها والحاجات دي كلها. شايفين؟ طيب بالنسبه بقى للايه تاني للبتاعه دي برضو ممكن نعمل بيها ايه؟ نفتحها كده غير ان احنا نعملها حله. الحته الجزء التحتاني ده نحط فيه حاجه نضغط عليه يعني فيبقى ايه كده. شايفين اهي؟ شايفين عامله ازاي؟ تحط فيها مقله يعني. تاني عندنا الغطيان العلبه بتاعت الشمع هي فين؟ شايفين دي برضو الغطا ده اهي تعمل بيه الحله دي. دي بتاعت الشمع، عارفين بتاعت الشمع اللي بيبقى فيها بتاع اهي وبالغطا وبتعمل حله يتعمل فيها بقى ايه دولمه يتعمل فيها whatever بقى يتعمل منها الحجم ده ويتعمل منها الحجم ده. شايفين اهي. طيب برضو دي بتاعت الشمع تعمل منها زي ما قلت لكم صواني. في عندنا
دول بيبقى لونهم فضي ذهبي، فالمطاعم بيحطوا فيهم طبعا الكاتشب والحاجات دي كلها، طبعا اسود من جوه واحمر من بره، وبقت عامله صواني تعمل فيها كيك. ايه تاني يا جماعه؟ بالنسبه للحلل برضو اللي هي دي، شايفين عامله ازاي؟ دي انا بعملها هنا على قالب، بسيح بلاستيك على زي قالب كده، وبعدين بتبقى عندي بحط جواها جبس ابيض، فبتبقى عندي زي كده، شايفين؟ جبس ابيض ده بيمسكها ويخليها جامده، وفي نفس الوقت لما احط فيها اكل مش هضطر املاها كلها، بعد ما اديلها سبراي بتبقى الشكل ده خلاص. وفي نفس الحكايه الغطا اهو، بعمل له قالب، في فيديو على فكره يوري ازاي تتعمل الحاجات دي كلها، وبعد ما اديله ذهبي بقى كده اهو. يعني الحله دي اهي، واتعمل بيها فين اهو، شايفين؟ طبعا نفس الموضوع، دي تتعمل كده، وادي غطا من الغطيان الياهم اهي. لا مش حلو. ايه تاني؟ الصغير، الحجم الصغير بقى، ادي حجم صغير اوكي، وادي الغطا بتاعها. الحلل الصغيره بتبقى فيه الصوص مثلا، ادي الذهبي سوري النحاسي الغطا بتاعها. مجموعه النحاسي دي بقى ايه؟ ده بلفه واعمل بيه كده، وبقيت اهي حله طلياني بقى اللي بيعملوا فيها السباجيتي والحاجات دي كلها. ففي ده اوكي، وفي ده نفس الحكايه، وكمان عندنا الطقم ده حاجه صغيره خالص دي، وكمان ادي هما اتنين زي كده مع بعض، شايفين؟ وكمان عندنا مقلتين، شايفين كده. وعندنا ادي ده بتاع غطا سبراي برفيوم، ادي صغيره كده اهي. ايه تاني؟ طبعا دول اللي هم الكبار اللي هم بتوع السيفن اب والبيبسي. ممكن بدل ما اعمل لها ايد زي ما قلت لكم، باخد حته من الجزء كده والفها كده تبقى كده اهي. اوكي. ودي طبعا الصواني اللي احنا قلناها استعملناها بطريقه الشكل ده. وايه تاني؟ كده نكون تقريبا غطيت ايه ازاي نعمل الحلل والصواني والحلل الكبيره والصغيره من الحاجات اللي اعاده التدوير عشان نستعملها في فن المصغرات الاكل. ان شاء الله هعمل جزء تاني هنعمل فيه بقى ايه الحاجات التانية. اوكي ستي تون، اكتبوا لي تحت في التعليقات تحبوا ايه اللي تعملوه، وانا اقول لكم تعملوه ازاي من اعاده التدوير. باي.